لا it's a critical يعني aspect في مستقبل الصناعة عندنا في مصر. وإن parallel كمان المستقبل بتاع الديزاين المصري، يعني زي ما بنقول Italian design. Italian design ما هو it is very powerful because الإيطاليان designers والإيطاليان manufacturers مع بعض. فيعني واحنا عندنا في مصر great Egyptian designers و great Egyptian manufacturers، فالمصريين need to work together نعمل اكتر اتحاد. عشان نعرف نتحرك وبلاش ايوه يعني وذاتس هاو ايطاليا اشتغلت، ذاتس هاو فرنسا بتوصل للموضوع ده. بلاد تانية اصغر بكتير جدا برضو بدأ يبقى عندها نفس البروسيس ده، بس ار مور باورفul في الحتة دي. صح بس هو يعني ما حدش بيشتغل لوحده. صح. واظن ان لو كتير قوي فهموا الجزئيه دي ان فعلا محدش بيشتغل لوحده، وان كل ما بقى فيه اتحادات وكل ما بقى فيه collaborations ده بيبقى مهم قوي في نجاح الشخص بقى كفرد. طبعا. طيب دلوقتي في حركه او موفمنت حلوه وانا من اول من يشجعها، وهي ال supporting ال local manufacturers او دعم المصنعين المصريين. انت في رأيك هل عندنا فرصة نخلي الأقمشة المصرية عنصر أساسي أكتر في مشاريع العمارة والضيافة؟ هو جزء لا يتجزأ، يعني سواء كان في جودة المنتج أو في شكل المنتج. ان لازال برضو الديزاينز المصري البيور ايجيبشن ديزاينز اللي احنا بنلاقيها ساعات بتبقى edited by the way من collections في فرنسا عند manufacturers كبار جدا بيعملوا Egyptian designs واحنا ما بنعملش. ففي حاجات كده عندنا where احنا we need to start feeling very proud again من our heritage. سواء كان اي عصر من العصور كانت في تاريخ مصر يعني، وان احنا نبدا نستخدم الكلام ده to promote it. احنا كمكتب we've been doing this for a while and we're very proud of doing this بصراحه. لما بنعمل اوتيل في مصر مش زي ما بنعمل اوتيل في السعوديه او في برلين او في يوروب او كل الكلام ده. يعني احنا we really try ان احنا to convey ال sense of belonging للجيستس اللي بيقعدوا في الاوتيلات اللي احنا بنصممها باستخدام كل السوفت تاتش اسبيكتس اللي هي القماش من اولهم، اللوكال ماتيريالز، نوع الباترنز اللي بنحطها. الاوتيل لازم يرفلكت المكان اللي هو فيه، فالقماش is a very critical aspect of it. ما ينفعش ان احنا اتجاهله. فهو والارتس وال the way we do the architecture وكل الكلام ده ان هي to reflect the identity of the location.